السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة بإذن الله هعمل معاكم الرز المعمر. هنتكلم عن كل تفاصيله، ازاي يبقى جميل وناجح معانا. حاجة كده يا جماعة خيال. قبل ما أبدأ الفيديو، اللي يعجبه الفيديو ما ينسانيش باشتراك بلايك وشير واشتراك للقناة. اول حاجه يا حبايب قلبي بنجيب الرز بتاعنا، طبعا بننقيه ونبدا ان احنا نعاير الصينيه بتاعتنا. بنعايرها ازاي؟ ان احنا بنساوي الرز كده في الصينيه وبنشوف احنا عايزين الرز اللي يكون موجود في الصينيه قد الفراغ اللي موجود فوق، عشان يبقى العيار مظبوط معانا ويبقى سواه مظبوط، لا يكون معاكي ني ولا يبقى معجن. بنساوي السطح بتاع الرز كده، وبعدين بنقيس بصابعنا يا حبايبي اهو الكمية اللي هي فيها رز، نخليها قد الفراغ بالظبط. ودي خطوة مهمة عشان دي اللي بتديك الرز بتاعك يبقى مظبوط معاكي، لا يبقى معجن ولا يبقى طري. هنبدأ يا حبايبي ان احنا نغسل الرز بتاعنا غسيل جيد، مرة واتنين وتلاتة واربعة لحد ما ميته تروق خالص من نسبة النشا اللي بتبقى فيه، من عفرة، من اي حاجة موجودة فيه. بنغسل الرز كده كم مرة. اذكروا الله يا جماعة، لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بنغسل ونصفي كده ونكرر العملية دي مرة واتنين وتلاتة واربعة لحد ما نحس إن الرز رق معانا خالص وما عادش فيه أي نشا من اللي بتبقى موجودة مغيرة المية دي، لما المية تبقى شبه المية اللي نازلة من الحنفية. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. معانا يا حبايب قلبي اللبن بتاعنا بسم الله ما شاء الله، لبن دسم كامل الدسم، فيه قشطة اهو يا جماعة، في كمية قشطة اهي. وكان معنا برضو جزء من اللبن كده مسلك في الفريزر، جبناه قلنا ايه عشان اللبن بتاعه ما يبقى كتير، يبقى طعمه حلو ومسكر ويبقى مظبوط معانا. طبعا يا جماعة هنسخن اللبن ده عشان احنا عايزين ننقع الرز بتاعنا بس في اللبن وهو سخن، ما نحطش اللبن بارد. غسلنا الرز كده يا حبايب قلبي مرة واتنين وتلاتة واربعة لحد ما يروق معاكي خالص. هنبدأ ان احنا ننزل بمعلقة ملح، وبعدين اللبن بتاعنا اهو يا جماعة طبعا كنا نزلناه، هنبدأ ننزل بيه على الرز بتاعنا. احنا بنحب اللبن يكون كتير في الرز كده يا جماعة ما شاء الله. وبرضو يا جماعة اما نيجي نحط الملح ما نحطش الملح كتير برضو، عشان احنا عايزين نحس بطعم اللبن والقشطة فيه كده. صلوا على النبي يا حبايبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا بعد ما دوبنا الملح كده يا حبايبي مع اللبن، هنبدأ ان احنا نسيب الصينية معانا كده لمدة ربع ساعة او تلت ساعة يتنقع. اهم حاجة مرحلة النقع برضو يا جماعة متممة. بنسيبه يتنقع كده، وبعدين عدى مدة النقع اللي هي مثلا ربع ساعة تلت ساعة، هنبدأ ان احنا ندخله في الفرن معانا ونسند المعون بتاعنا كده. بوريكم يا حبايبي احنا قايدين من تحت عالي، والشوارق برضو اهو بسم الله ما شاء الله ختم معانا وعمل وش كده. هنبدأ ان احنا نهديله شوية، وبعدين عايزين بقى نطلعه. طلعناه اهو يا حبايبي. في الوقت ده بنشبب المعون، بنيجي على حافية الصينية كده ونقور بالسكينة زي ما حضراتكم شايفين، ونبدأ ان احنا نرفع السكينة رفعة بسيطة. الرفعة دي يا حبايبي لو الرز حت في لبة معاكي كده او سن طريان في الرز، مع الرفعة ديت بيطلع بخاره ويبدأ ان هو يستوي معاكي ويبقى مظبوط مليون في المية. بسم الله ما شاء الله. صينية الرز يا جماعة المعمر بتتكلم عن نفسها، واللبن كمنه بخيره جميل. بنبدأ بعد ما قورنا حوالين الحافية بتاع الصينية كده، نبدأ ان احنا ننغص كده. طبعا الرز بتاعنا مش محتاج اي دسم يا جماعة، بس احنا هنحط قيمة 4 أو 5 معالق زيت ذرة. زيت الذرة ده يا جماعة بيبقى خفيف، وطبعا كمننا انا بستخف الدقيق الذرة ده عن السمنة. انا بستكفى باللبن
اللي هو كامل الدسم بالقشطة اللي فيه، والزيت الذرة ده بيبقى بسيط فيه كده مش كتير. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. هنحط كمية زيت الذرة يا حبايبي معانا. هو بسم الله ما شاء الله مش محتاج لا سمنة ولا زيت ولا اي حاجة، بس طبعا الزيت بيدينا تفرفرة كده، بيخلي الرز مفلفل معاكي وجميل، وزيت ذرة خفيف عن ما نحط سمنة وتبقى تقيلة معاه وكده، لان هو بسم الله ما شاء الله اللبن كامل الدسم. كده يا حبايب قلبي بعد ما خرجناه من الفرن رجعناه الفرن تاني وسيبناه ينشف شوية، وده الشكل النهائي للرز بتاعنا. بسم الله ما شاء الله. اتفضلوا يا حبايب قلبي بقى معانا. مفيش اجمل من كده يا جماعة، ريحة ومظبوط، مفلفل معانا، لا ني ولا معجن، حاجة كده مظبوطة. ليه؟ لاننا مشينا الخطوات مظبوطة وظبطنا من البداية. بصوا يا جماعة هوريهولكوا كمان اهو. بصوا يا جماعة، حباية من حباية، بسم الله ما شاء الله، مظبوطة. اتمنى انه يعجبكم يا حبايبي النهارده. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.